كريمة من المغرب تسأل تقول: ما حكم الدعاء على الشيطان؟ لكن تقول في ناس يدعون والأصل الاستعاذة. أختي كريمة من المغرب، بارك الله فيك، بالنسبة لي تعامل المسلم مع الشيطان يكون بالاستعاذة، ولهذا يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. ويقول جل وعلا: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان. وأما الدعاء على الشيطان ألا لعنة الله على الشياطين، هذا مشروع، هذا مشروع من حيث العموم، من حيث العموم. ولهذا الأصل أن الإنسان يستعيذ، وأشد شيء على الشيطان هي الاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان. ونحن في الصلاة نستعيذ بالله تعالى من الشيطان في أول الصلاة، لأن الشيطان يحرص على تلبيس الصلاة على المسلم عند قراءة القرآن، عند دخول الخلاء، أشياء كثيرة يلتزم بها المسلم. بارك الله فيك.